من تنظيم مديرية السياحة، مديرية الثقافة، ودار الصناعة التقليدية، وقصر الثقافة، ومديرية التكوين المهني، ومديرية الفلاحة، وكل الفعاليات والمجتمع المدني على مستوى الولاية، حيث نظمنا العديد من النشاطات على مستوى الدوائر، على مستوى البلديات. الحمد لله نحن نحتفل بهذه السنة الأمازيغية 12 يناير، شعارها الأخوة والتآخي في جميع أطياف المجتمع، بحيث أن المجتمع الجزائري يعتبر قارة في مختلف الأطياف. السنة الأمازيغية نهنئ جميع الشوية، جميع القبائل، جميع الشلوح والزناتة، كل هذه الأطياف نهنئهم بهذه السنة إن شاء الله. والجزائر دائما تنعم بالأمن والأمان وبالأخوة، وكذلك إن شاء الله هذه السنة تكون سنة كلها غيث إن شاء الله. في هذا اليوم السعيد اللي هو يوم يناير، سكواسا مكاز الحفاف النغ الغاشير كليا نقاملان لثمور القبايل لثمور الجزائر كليا. سكواسا كين يناير يوافق اللي هو يوم 12/2023 الذي يزاول 1973. هذا اليوم نحتفل به لأنه يوم يجلب لنا السعادة والفرح، وهذا اليوم نحتفل به بالطبق الأصيل اللي هو الكسكس بالدجاج ب7 حبوب. ولكن ما استطعنا إحضاره هي هذه المأكولات. نخدم تحبولين وكنسوسو ديك الحلوى أكد يسوس كواس إن شاء الله أسادي أربحي في اللانر أنقمان الله. اليوم رانا نحتفل في إطار الاحتفالات السنوية بعيد يناير، اللي هو عيد كل الجزائريين، لا يختصر على الأمازيغ فقط، وإنما يعني كل قطر، كل مكان، كل شبر في الجزائر إلا ويحتفل بهذا بالسنة هذه، السنة الأمازيغية. اليوم كما راكم تلاحظوا يعني هنا في ولاية تسكيكدا رانا يعني للاحتفالية يعني أقمنا هذا المعرض اللي فيه يعني راه متنوع، فيه من اللباس التقليدي يعني الأمازيغي، فيه من المأكولات اللي تمتاز بها المنطقة يعني المأكولات التقليدية. ولاية تسكيكدا يعني تزخر بكثير من النشاطات، ومن يعني سواء بالنسبة للألبسة أو بالنسبة للمأكولات التقليدية. وغرفة الصناعة التقليدية والحرف راهي ترافق هذا الحرفيين من أجل النهوض ومن أجل إعادة استرجاع هذا التراث المادي، وكاين تراث اللامادي اللي نحاولوا نسترجعوه من خلال هذه المعارض ومن خلال مرافقة الحرفيين.